لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاطن. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا، ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع وما حصلش ليه في دي. طب وبركان يطلع كده يروح قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه. قال لك لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستعلى الانسان واستغنى. يقوم لازم يلفتوا في بعض الأحايين كده إلى أن وراء الأسباب والمسببات والتسخير أشياء أنا أهز بها ضمائر الغافلين، أهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقول لك يا سلام ده عملوا مقاييس عشان تشوف ذبذبة الأرض وإذا كان في حاجة مش عارف إيه زلزال هيحدث، يقول له طيب يا أخويا بتفاجئكم هي وتروح دخاكم وعمل مسألة.